احنا مش عارفين ايه الفرق بين البالة وبين الستوك وبين الاوتلت. حبيت النهارده اجيب لكم هبه سليمان تشرح لكم ايه هو الستوك. انا صاحبه شركه ملابس ستوك اوتلت. ابتديت من 10 سنين تقريبا. ما كانش معايا التكلفه اللي انا ابتدي فيها مشروع ساعتها، لحد ما لقيت حد من مكاتب جمله جنبي وابتديت ب3 قطع بالظبط. سريعا كده، البالة دي بتبقى هدوم تبرعات بتيجي من جمعيات خيريه من اوروبا ومن بلاد كتير، وبتيجي في معامل في حتت كتير بقى في الامارات او واتيفر فين، وبيبتدوا يفرزوها ويعملوها بنود اللي هو سوبر كريمه درجه اولى تانية تالتة سحبه وهكذا. بيبقى في جزء منها طبعا حاجات موديلات جديده، بيبقى في منها جزء فيه ممكن ديفو حسب بقى الدرجات بتاعتها. بس البالة بيبقى فيها براندات كتير وفيها براندات عاليه جدا، بس ما بتتقيمش بالتيكت، بتتقيم بالموديل، بان هو نيو كوليكشن ولا قديم، ان هو ما فيهوش ديفوهات او لا وهكذا. فاوريدي دي البالة. الستوك بقى ده بيبقى باقي المصانع والمخازن والمحلات التوكيلات العالميه بره، فبيبقى كله جديد. اوكي، فاحنا بنعمل جديد، ده الاوتلت بقى اللي هو بيبقى كله جديد. هو الستوك والاوتلت حاجه واحده، وبنعمل ديل عليهم ان احنا بناخد المخزن ده كله. بس بيبقى طبعا ايه المقاسات، يعني ممكن الموديل مثلا بيبقى فيه منه مثلا 12 قطعه مثلا، الميديوم اكتر من اللارج او السمول اكتر، لان المقاسات مكسره، ده كان موجود في مكان. يعني اللبس عامه فيه ستوك وباله وباقي تصدير وصيني ومصري وتركي، يعني هو مش كله ده، وكل واحد ليه حتته وليه طريقه بيعه ليه البيزنس بتاعه. وانا بحترم كل حته في ده جدا، يعني كل حاجه فيها حاجه كويسه. بس السوق دلوقتي بعد ارتفاع الاسعار والدنيا، فهو بيدور على الجوده الكويسه بسعر كويس. بص، دي ليها علاقه بلعبه ماركتينج شويه. يعني انا ممكن في اول ما افتح، انا واحده مثلا هفتح مكان، ما هو انا في الاول عايز اعمل بيزك، عايز اعمل قاعده زباين، فلازم ما اكسبش كتير، هضطر اكسب قليل جدا عشان الناس تيجي واكسب الناس. بعد كده انا برضو عشان برضو حق ربنا يتقال، هم عليهم تكلفه في ايجار وفي عماله وفي كهرباء وفي ضرايب، فهم عايزين يكسبوا الطبيعي. ممكن الاسعار تعلى، بس انت برضو لو ركزت ان الاسعار عليت هتركز ان هم في اخر السيزون بينزلوا اسعار جدا جدا، لدرجه ان هو ممكن يكونوا اقل من تكلفتهم عليهم. فدي بتبقى لعبه ماركتنج من مكان لتاني. وفي مكان تاني فعلا ممكن يضرب السعر عشان اتشهر، وده الناس ما يعني الناس بقت ذكيه، بقت فاهمه دلوقتي كويس جدا كل حاجه. وناس بتشتري بالقطعه والقطعتين، مش بتكلم على تاجر، لا بقوا فاهمين كويس، ولما بيشوفوا القطعه بيقولوا دي باله، وبيشوفوا القطعه بيقولوا دي ستوك، فاهمين كويس جدا، وبيشوفوا الموديل سنه كام وبيطلعوه بالسيريال نمبر. فالزبون ما بقاش ينفع يضحك عليه، والزبون بقى شاطر. واحنا السوشيال ميديا بالنسبه لنا دلوقتي بقت بحر، فما تضحكش على الزبون. انت لو كسبت ثقته الموضوع بالنسبه لك هيبقى اسهل من اي حاجه انت شفتها في حياتك. بالنسبه للناس المبتدئه في كام حاجه. اول حاجه ان هم ما يبتدوش بكميه كبيره، لو يبتدوا من مصر مش من بره، لان ما يعملوش ريسك السفر والاوتيل والانتقالات والشحن والجمارك وهم لسه بيتستوا. فانت بتست السوق، ما يبتديش من بره، ابتدي من مصر بكميه قليله مش كميه كبيره، وتفر المكان اللي انت رايحه. تشوف شغلك قطعه قطعه من اول قطعه لاخر قطعه، واللي هيقول لك ما تورينيش مش هينفع تشوف شغلي، امشي وسيبه، لان انت رايح تدفع فلوس فتشوف شغلك كله. وشغلك كله ما ينفعش يبقى فيه ديفوهات، لو في ديفو لازم تتفق مع صاحب المكان ان هو يرجعه. ولازم تفهم بقى الدنيا كويس، ازاي تسوق، ازاي تسعر الحاجه، ازاي تطلع القطعه بالسيريال نمبر عشان تطلعها شكلها حلو على الويب سايت او البيج اللي انت هتعملها. تفاصيل كتير كده تتعمل. اهم حاجه انت بس تبقى عارف الدنيا. يعني انا ما اعرفش، اللي متابعني هو اللي بيشوف الدنيا ازاي، حتى المعيار بتاع الشغل، لان زي ما انا بقول كده كل واحد كل شركه او كل مكتب الكمانجه بتبقى في ايده. يعني ايه الكمانجه في ايده؟ انا الشغل ممكن يجي لي بنسب معينه، ما هو بيجي لي بقى مثلا نسبه البنطلون مثلا 30%، نسبه مثلا البلوزه 20% بيجي لي جوه الشغل. انا اللي بطبخ الطبخه، او انا اللي بعمل التشكيل اللي بيطلع للزبون. واحده واحده في مشروعك، ما تتعبش، ما تملش، دور. انا من اسعد لحظات حياتي وانا بحاول ادور على معلومه واوصل لها واطلعها في فيديو للناس. يعني دي من الحاجات اللي انا ببقى مستمتعه وانا بعملها. فما تيأسي وانا زي ما قلت انا بدأت من 3 قطع، فالموضوع كله محتاج بس صبر، نفس طويل، دور واتعب. مفيش حاجه بتيجي كده، يعني مفيش حاجه اسمها دي جت معايا كده، لا. الناس بيبقى طلعان عينيها
عشان توصل للي هي واصله له. فما تزهقش وستيب باي ستيب، وما تنطش نطه واحده، لا انا هنزل افتح محل، لا انا هنزل اعمل كذا. ما تحملش نفسك فوق طاقتها، يعني بلاش كوست وعماله وضرايب وايجار وانت لسه مش عارف انت السوق معاك عامل ازاي. فتعلم واحده واحده. في ناس بتقول لي ابدا باله ولا ابدا ستوك، ده السؤال ده بيتقال لي كتير قوي. دي بيتجاوب عليها انت بحاجات كتير، يعني حسب المنطقه اللي انت هتفتح فيها او تبتدي فيها مشروعك، حسب الناس او قاعده زباينك اللي انت عايزها. ده حاجه، ده ليه سوقه وده ليه ناسه ودي ليه اسعاره وده ليه سوقه وناسه واسعاره. انت حابب تبدا ايه، واللي انت حابب تبدا فيه هتعرف تكبره كويس جدا. الموضوع كله محتاج زي ما قلت صبر، وطبعا السوشيال ميديا مهمه جدا 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 في الموضوع ده. بص عشان نبقى واضحين، هو مفيش حاجه ما فيهاش ريسك، عشان مفيش حاجه في الدنيا ما فيهاش ريسك. بس هو شغلانه الملابس زي ما بيقولوا كده ايه، ممتعه. يعني دايما اقول لهم هو انتوا لو جبتوا كميه قليله اكتر ريسك ممكن يحصل لكم ايه؟ ما انتوا هتبيعوهم لاصحابكم وقرايبكم خلصنا. فالموضوع كله لا، الموضوع مربح، مش هقول مش مربح، بس يتعمل صح. اعمل سوشيال ميديا صح، سعر صح، سوق صح، بيع صح، خلي بينك وبين الزبون في سهوله. احنا بقينا شعب بنحب الحاجه السهله، نحب نطلب الحاجه اونلاين وهو ممكن يكون على اخر الشارع. وبكده نكون خلصنا مع هبة كل شرح الستوك والبالة، واللي عايز يبدأ مشروع او حابب يشتري لنفسه هيعرف هو نازل يشتري ايه كويس. ولو حابين نتكلم عن اي حاجة تانية ابعتوا لنا في الكومنتس وانا هجيبها لكم وهنتكلم فيها.